السلام ومرحبا بكم في حلقة جديدة تخص الكرة التونسية هالمرة والنتائج اللي صارت في الجولة الأولى. مرحبا بك سي حمدي، منورنا كالعادة. مرحبا يجدو غالي. قبل كل شيء سي حمدي نحب نترحموا على ضحايا الحادث نتاع بنكردين وجرجيس، بالطبيعة. الحادث الأليم معناها الله 13 عبد. يرحمهم وينعمهم، الله يرحم الناس الكل وردوا بالنا وكما يقولوا فيها حتى في المشو ما عندك ما تختار، معناتها الواحد يمشي طيش روحه البحر ما يعرفش اسكو كما يقولوا فيها يوصل لاباس ما يوصلش، الله اعلم بالظروف. الله يرحمه وينعمهم الناس الكل ويصبر اهاليهم. دونك الله يرحم الناس الكل، الله يرحم ضحايانا وربي يستر عليهم مازالوا، وربي إن شاء الله يلقاو المفقودين. ولذا المرة باش خليكم على الانترو حزين شوية وملتقانا بعد الانترو. سي حمدي، البطولة التونسية رجعت وكما قلنا معناها بعد الحادثة الأليمة فما طرح تلقى هو حمام لمف وبنقردين. دونك جولة أولى كبداية في تونس تسمى مثيرة، فما الأهداف، فما شوية كورة بالقوانين الجديدة يمكن تنحى تضيع الوقت كما حكينا في حلقة فارطة. معناها قلت القوانين باش تعاوننا شوية في تونس، والحكام قاعدين تحسهم شادين الرجلة هالمرة. بالطبيعة اليوم مع تغيير المكتب التحكيم، دونك بالطبيعة اليوم الناس الكل كانت متجندة باش انه الموسم هذا لازم ينجح، اي سيرتو على المستوى التحكيمي بعد كما يقولوا فيها المهازل اللي تعرضنا لهم طيلة سنين معناتها في بطولتنا للأسف الشديد، نقولوها بكل حرقة. ان شاء الله الناس الكل تاخذ حقها السنة، وبالطبيعة البطولة الأجدر والأوبجيكتيف أنه كما يقولوا فيها تكون بطولة متميزة على جميع المستويات، وهذا يعود بالفائدة للناس الكل، كل سواء المنتخب ولا بالطبيعة حتى للمتفرج في حد ذاته. واليوم ينقص الضغط سيرتو اليوم الجماهير شفنا بعد المواسم الأخرانية الكل ضغط كبير ما في الشارع ومن الجمهور واحنا اليوم فما حاجة ناقصة، عودة الجماهير معناتها عودة مجيتين تقصد معناها بالطبيعة عودة سيرتو كما أول جولة كلاسيكو. بالطبيعة اليوم بالضبط. اليوم شنو الجو يبدأ معناتها الاسبيرونس في رادس وما فماش جمهور ليتوال مثلا، فهمتني؟ ولا ديربي بجمهور مشيرة واحدة، ولا اليوم في الطيب الاميري تلعب من جماهير ولا كيف معناتها. مانيش نحكيو اليوم كان على الكلاسيكوات وعلى مباريات الديربي، معناتها كيف اليوم معناتها فما جماهير اليوم من كل شيرة معناتها تحب الفرق وتحب معناتها اليوم كي يبدا ليتوال ولا الكلوب افريكان ولا لاسبيرونس ولا سي اس اس خلينا نقولوا موجود في تنقل، تحب الجماهير معناتها فما ناس من شيرة هيك تحب تحضر معناتها الفرق هذه، وبحكم الظروف المادية ما تنجمش تتنقل معناتها باش تكون معناتها حاضرة في تونس ولا في سوسة ولا في صفاقس. دونك اليوم كي حد الفرق هذوما يكون موجود، دونك بالنسبة لي هو يتمنى انه يحضر دونك في البيبليك مع الفيراج. دونك ان شاء الله كيما اليوم رينا بالطبيعة الاخوان الملعب التونسي استقبلوا بعض الجماهير من نادي رادي صفاقسي. دونك علاقة كبيرة لو بين الفريقين، كيما بالطبيعة التصفيات السيتي كيما بالطبيعة الملعب التونسي كيما برشا فرق. بالطبيعة اليوم العلاقة ممتازة ما بين باش نكونوا واضحين معناتها ونصور ما بين وواضحة. جميع الفرق والإدارات راه. إن بالضبط وواضحة اليوم من بداية البطولة معناتها اللي شاء الله العلاقة تواصل ما العلاقة فماش باهية. احتجاجات. ما بالضبط خاطر بدات ببلاغ تو بعد بالضبط نحكيو عليه، زوز بالضبط بلاغات من بالضبط فريقين معنا في بالضبط. البطولة. ونحب تعليق صغير معنا، سامحني، نداء عاجل إلى جميع السلطات. هل ترضوا بشار يجري الأربعة ونص معناها في السخانة هيك الكل؟ فما بالك الجمهور كيفاش قريب يموت من السخانة. كرينا التصاور فيديوهات باش نخليو لكم الفيديو معناها خونا أنيس اللي هبطهم. هل
معناها اللي يعقل 4.5 كورة في سخانة 41 والضوء يقص باش تعرف ما قوة السخانة. اليوم مش معقول. وعندنا رادس في الضوء معناها تنجم تلعب بالضوء. اليوم مش معقول. اليوم شوف المشكلة في حد ذاتها راهو كيف اليوم باش تلعب اليوم الكلاسيكو 6:30 متاع العشية باش يولي اليوم حق مكتسب الأغلب الفرق واللي هو حقهم معناتها، وهذا مشروع معناتها مشروط في الكورة انه اي كيما نقولوا فيها بريفيليج باش ياخذوا فريق دونك الفرق الكل باش تولي عندها الحق فيه. للاسف الشديد وهذا ريناه معناتها حتى راهو في كي تشارك الفرق نتاعنا راهو في المنافسات الافريقيه راهو احنا ما احناش الكاف قاعدين. تفرض عليك في الليل. هي ما احنا ما احناش قاعدين نتعاونوا معناتها اليوم في تاجيل المباريات في كذا. صحيح معناتها يعني للاسف دي اخر من عندك. للاسف الشديد بالطبيعه احنا راهو نخدموا في اجندات معينه في الكوره نتاعنا وهذا نعرفوه معناتها الحقيقه فهمتني. وكل مره نحاولوا وتحب له حل وكل مرة كيف حاولوا الصويع. نرضيو فريق دونك احنا اليوم ان شاء الله كما يقولوا فيه يصير الالتفاف اليوم اذا تحب تصلح وتلقى حلول وتلقى لاعبين منتخب قوي. بالضبط اليوم اللي باش يعود بالفائدة للمنتخب التونسي اون بريميليو وباش تكون بطولتنا بطولة فرجوية كما كانت قبل وبطولة ممتعة وفيها تنافس كبير برشا. دونك اليوم لازمنا نصلحوا في برشا حاجات معناتها فهمني اغلبها اليوم الانفراستركتور للامانه معناتها من اولها لاخرها والقرارات اللي قاعده تتاخذ. دونك برشا تصليح ومن بعد نجيو للفرق ومن بعد نجيو كيما نقولوا فيها الاختيارات والمدربين واللاعبين في حد ذاتهم فهمتني. صحيح. نحب نذكرك بالطرح الشهير انه تفكر والترجي حمام لنف طرح قديم برشا. وقتاش تلعب الطرح هذاك مش نحكي عليه صار فيه وقتاش الطرح هذاك تلعب هل هو مش 9 ولا 8 متاع الليل عم تفكر. اي بالضبط. علاش ما نرجعوش نلعبوا كورتنا كيكا شفنا برشا قبل قديم زمان معنا خلطنا على طرح في الليل وما تبداش بين جمعيات كبار تبدا حتى مثلا بين المرسى وستاد حمام لنف جيبس. سامحني خويا جدو انت تحكي معناتها تلعب في وين المنزه في حد ذاته. المنزه هذاك معناها تحكوا 10 سنين حديث. انت اليوم راه الشاد لي زويتن ما عندك رادس في الضوء براتيكمون مسكر راهو اليوم زاد الشاد لي زويتن معناتها عندها سنين مسكر راهو في بالك انت احسن جرادان تتفرج فيه في كيما نقولوا في الميادين اللي عندنا في تونس الكل هو الشاد لي زويتن. صحيح بيجا من غير ملعب. زاد من احسن الميادين اللي انا شفتها كان اكتوبر في بنزرت. ولا شفنا السيد بموتور يهز في الشبكه معناها ضايع معناها ارضيه ميدان من احسن ما عندك تفسد فيها بموتور. هذه هي المشاكل اللي نحكيو فيها اليوم زاد كيف ملعب رادس في حاله لا يرسل لها معناتها فضيحه معناتها فهمتني راهو نحكيو بالواقع راهو نو هومولوجي راهو باش نكونوا واضحين معناتها كي تحب انت اليوم المهيري نو هومولوجي الرادس من احسن ما فما بالضبط. اليوم طيب المهيري معناتها التيران الغازون تاعو معناتها مشهور في تونس سمح برشا معناتها قال لك الكافله تلعب تروح لون بعد في البول ذولي رادس بالضبط معناتها كيف اليوم بيجا من غير ميدان معناتها عملوا لعبة من غير ميدان من غير ميدان والحالة المادية للفريق والإدارة بليتوك زاد كيف معناتها فهمتني. بصراحة معناتها في كورتنا اليوم عندنا برشا مشاكل. المشاكل اليوم بصراحة واضحة زادة والناس كل تعرفها معناتها فهمتني. قبل التحكيم وقبل اللعب وقبل كل شيء اليوم انفراستركتور اليوم وكالندري وبدلناها وخليها وكذا وفريق محتج معناتها شيء بصراحة شيء حشم بالرسمي شيء حشم اليوم انه اليوم في بطولتنا التونسية اللي كانت ترومبلان للجوارات افريكان في التسعينات وفي بدايه الالفينات كنا ديجا في حلقه التسعينات شنو الاجانب اللي كانت تجي القام نتاع الاجانب بالضبط. اليوم معناتها شيء اسف اليوم كيف راك تشوف اليوم السوق الليبيه قاعده احسن اللاعبين اللي قاعده برزت في المواسم الاخرى قاعده تاخذ فيه معناتها. سبقتني انا باش نقول لك بلد شقيق كيما ليبيا معناها مانيش نبعد بيك لوروب في مشاكل ونتمناو الخير احنا بالطبيعه ليبيا ولا شقائنا في ليبيا في مشاكلك المليعب والكوره والصرف اللي قاعد يصير على الكوره وكل شيء موجود الكوره تنجم تجيب لهم سياح وتنجم ترجع لهم الدنيا وتنجم احنا قبل كان جينا ساعه في جرة الكوره هي اكيد كانوا الالمان كانوا جبنا مدربين كبار ولاعبين كبار وجبنا عباد في جرة الكوره الكوره اليوم هو تسويق وترويج معناتها للبلاد نتاعك معناتها عام 78 كي تونس مشات الكوب دي موند يسالوا عليها تونس وين تجي معناتها بالضبط معناتها ما يعرفوهاش فهمتني كيفاش كيف احنا رينا اليوم كلكو سوا
من المنتخب التونسي معناتها مشاركاته في كأس العالم اللي الحقيقة ما كانتش ناجحة، ولا كيف الترجي لكن اللي كان فما براتيكمون، تصوير ولا النجم الساحلي سابقا في في كأس اليابان. العالم للأندية. معناتها الترويج الجماهير اللي تمشي تعمل شو معناتها، فهمتني، في كما يقولوا فيها عبر العالم، وكانت بحضور متميز، اصلا جمهور في وقدمنا روسيا وقطر وقدمنا ضوي. صورة باهية كيف أحسن جمهور في روسيا وأحسن جمهور في قطر، بالتحضر متاع التونسي اللي ريناه. اليوم للأسف الشديد من غير تونس، من غير حتى ملعب صالح للعب معناتها في كل الأوقات، تقولوها بكل حرقة. إذا كان ينجم يكون نقدموا نداء للسلطات كما يقولوا فيها، معنية بالرياضة. بالطبيعة السلطات المعنية، دونك لازم ضرب بيد من حديد باش نلقاو اليوم أحسن أحسن حلول، وتصير تصليحات في أقرب وقت، وتغييرات اللازمة لازمها تكون، وإن شاء الله القادم قدم أفضل. افضل ان شاء الله. شفنا احنا شويه ذي اللي حكينا فيه، اسكو حسيتوا 10 دقائق، فما بالك بحر الكره التونسيه كان نكملوا فيه، تحب لنا الغدوه الصباح مازلنا نحكي. ما توفيش. نحكيو لو على استديت وعلى فرستكري فقط بالضبط ما اما توفيش. الباقي كل ما ومازلنا توفيش. ما حكيناش على البلديات وعلى زلنا الرخص وعلى مش قلت المشاكل مش والفريق قلت هذا مش قلت والفريق. احنا حكينا هكا درجين وبحرقه معناها كما قلت انت. بالضبط. فما بالك كان نكملوا خويا، تحب بالضبط. لنا 10 حلقات ومازلنا بالضبط، في ومشاكل الموضوع. الجمهور في دخول الاستاد ولينا صحيح. زادا كيف مشيت وراو. النقطه صفر وراو هذه. زادا كيف راو، ما اليوم الامن يخدم على روحه زادا، ومتفاهمين فيه وكل نحاولوا زادا احنا كجمهور رياضي من غير نحترم. تعصب ونحترمه بالطبيعة غيرنا. كيف هذاك الامن راهو منا واحد فينا معناتها، موجود في كل عائلة بريسك صحيح. ولا في كل وهذا حومة. مروح ماكل بفلام على وجهه ولا بالطبيعة قمة ماهوش الإرهاب معقول، ولا. ماهوش معقول بالكل اللي قاعد يصير معناتها في الملاعب متاعنا. نطلبوا إن شاء الله الناس الكل تكون متحضرة كيف من عون الأمن زادة في حد ذاته، أنه هذاك اللي سهل الدخول. داخل استاد بالطبيعة هذاك وتحومتك هذاك كما نقولوا فيها صاحب، نجم يكون أقرا معك، نجم يكون من عائلتك. دونك تكون فما نوع من الليونة أنا ونيسروا تو الدخول سمعت للملاعب، معك. هكا راهو ماهوش داخل الاستاد اليوم باش يعمل مشاكل. كيف معروفة، راه الناس اللي باش تدخل وتتعصب وتعمل مشاكل راه الناس الكل تعرفها، هذا زاده كيف هذا باب وراهم آخر. صغار في العمر. الناس اللي تدخل معروفة، تفس... اللي ما يش في حالتها معروف، هي مش في الوعي الناس باش بالضبط. نحكي لك حادثات انا شفتها في ملعب لا علينا في ذكره معناها، ولا نقولوا خويا في ملعب طيب ميري بصفاقس. بعد قبل ما توفى البارتي بدرج بيحلوا الملعب الامن معناها باش يدخلوا هكا قد هكا اي 5 6 سنين ما تلقاش الكبار لا فيراج لا حتى شيء، ما تقوليش فيراج في مشاكل حتى اي شيء. بالضبط. وتلقى فيهم يطيشوا في الكراسي في الحجر اللي يدخلوا فيهم معاهم خاطر الدرج الاخراني ما عادش فما رقابه والباب تحل. بالضبط. معناها ماذا بينا من البلديات ما يحلوش الباب في الدرج الاخر وهذا اللي هي موجود، بالبلديه. وهذا هو المشاكل اللي موجود في ماذا الملاعب بينا خاطر الكل الامني اليوم. باش يلقاك حليت الباب مش يكلموا طفل صغير يمكن يدوروا نعرف فيهم يدوروا يخرجوا فيهم، لكن مش في 10 تبدا تجري وتدخل بعد مش في قاف. وهذا منه صغار وش اسمه العون الامن زاده كيف ما ينجمش يتصرفوا معاه معناتها، فهمني، في الاخر صغير معناتها، فهمني. 10 سنين و12 سنه. ما همش بالضبط. الكبار اللي تعرف حتى 18 و16 هاني الرفيق ما همش هم. بالضبط، والكرة راهو ديما انا نقولها ونعود، راهي الكرة كاين للجمهور. المساند رقم واحد، اللاعب رقم واحد بالنسبه لي بالطبيعة مش لاعب لاعب رقم رقم 12. واحد، والكرة كاين اللاعب رقم للجمهور واحد اليوم، ما فماش حتى حد اخر معناتها، المسير المدرب كلهم ماشي. الامن اللي امنوا ولا البلديات كلهم يمشيوا على رواحهم ويجوا على رواحهم ناس اخرين، والجمهور يقعد ديما هو المحب معناها انت الوفي تحب ما واللي يحب نعرفش انا جمعيته. تحب المنتخب مانشستر يونايتد. التونسي باش تحب تحب منتخب تونسي باش تحب منتخب مع احترامي ليبيا مش تحب ليبيا من بعد تشجع ماكش تقعد تحب تونس اي بلادك بالطبيعة فهمت. ديما تقعد تونس نمر عبارة واحد هذيك هي مع. الجمعيه انا ما نحبش نحدد جمعيه ما في اي تونس فهمت اي احترام الناس الكل. اي بالطبيعة. فهمت. دونك ننتقلوا مش كلاسيكو الجوله مش بالنسبه للناس واللين الكل لا لي انا كلاسيكو الجوله لي انا النادي البنزرتي مستقبل المرسى خاطر المباراة اللي ما شافهاش اللي ما رجعش انا رجعت شويه الهايلايت. مباراة ممتازة من زوز فرق ضربة جزاء مجدودة هدف عالمي من أشرف الفرشيشي وتحياتنا ليه ملاعب قاعد طالع قاعد واعد مازال كيرجع النادي بالزرتي. تألق يوسف مكتوب في ضربة جزاء من عملوه للتو معناها قاعد يشد في ضربة جزاء على بعضه. قدم مباراة ممتازة معناها مستقبل المرأة. مستقبل مرسى اكيد خامل ريكروتمونات روعه مدرب محنى كيما عماد بن يونس ولد فوزي بنزرتي هذاك يقول لك ولدي معناها فهمتي تربيه فوزي بنزرتي مدرب هجومي باش يكون مدرب هجومي. عماد بن يونس مدرب هجومي، شفناه قدم كرة ممتازة كيف مع نجم المتلوي.
شد شويه نجم الساحلي بريود قدم بها بالضبط قدم زاد مردود ممتاز. بريود باهية، كان المردود جيد. المشاكل الإدارية اللخبطة في كل المالية فات اللي كانت وعماد بن يونس موجودة تعطيك في سكوب، الإيطوال. كان قريب من نادي سفيرسي، عماد بن يونس لكن كان اتفاقه مع المرسى والكلمه اللي اعطاها للمرسى بالضبط. كمل مع هذه المرسى. الحاجة الوحيدة اللي كنا اللي مش كيف سي فوزي معناتها. لا سي فوزي هذاك تبديل مع العشيري عنده كامل عادة، مع معناها كامل احترامي لسي احتراماتنا فوزي، ليه نحبوك معناتها، سي فوزي، فهمتني؟ احسن مدرب أكيد في تاريخ يقعد تونس ديما واكثر أحسن مدرب مدرب متوج في تونس. بالطبيعة. وفرصتك في المنتخب ما مشيتش معاه خاطر لاعبين نعرفوا الدلال نتاع لاعبين ما همش ينجموكش معناها انت نعرفوا المكتب مبدعك، ونعرفوا المكتب زاده نعرفوا برمي ونعرفوا المشاكل الموجودة في الكرة التونسية، خلينا وديع نكونوا واقعيين. مريض وربي يفرج عليه معناها خرج وسمعت معناها بالضبط. زيد دونك اللي صار بالضبط ماضي. بالضبط. يقعد احسن مدرب سي فوزي بنزرتي. صح. اليوم عماد بن يونس قلنا مع مستقبل المرسى ريكريتمون عملت باهي. كنا بالطبيعة ما زالت بالطبيعة هذه الجولة الأولى. سي بي اليوم مشاكل كانت عندها كبيرة برشا، خاصة لكنها مدة كانت 20 رجال 20 يوم بالطبيعة. كان من كلكو سوا من الهيئة الإدارية، رئيس الجمعية، فهمتني؟ فماش لاعبين من شباب غير مدرب، شباب. فماش شهري، ما فماش تدريب. معناتها بصراحة الجولة الأولى كانت 3 بوان مهمة برشا وبرشا للسي بي اليوم. رجالات وجماهير السي بي المعروفة بالطبيعة، جماهير عريقة. دونك اللي تلفوا كل لازم الكل تتلف قرى الجمعية نتاعها. حظ ان شاء الله باش يكون موسم ممتاز للسي بي. ترجع السي بي من كيما 2010 2011 و2012 اللي اللي كانت كان تلعب على البطولة سنة اللي 2012 بالطبيعة اللي مع كان ميركانسار يجي أحمد الزوي. بالضبط. عمري ما ريت مهاجم التو بالقام هذيك خال تونس الليبي أحمد الزوي، ولا واللي كان وكان الجمهور يتغنى به، بالضبط. الجمهور اللي وكانت بنزرت تتعامل على اللاعبين الشبان نتاعها راهو سي بي مركز معناتها اليوم تقويم بالضبط حمزة مركز البغولي اللي مشى التقويم. للترجي، عندنا برشا البغولي لاعبين برشا اليوم برشا معناتها حمزة بن دولات قبل في التاريخ فهمت. بالضبط. يمكن الشوا اللي ما كانش باهي ولا كل حد وكيفاش، اما السي بي كان قدم مواسم ممتازة. السي بي معروف بالرجالات نتاعو دونك والجماهير اللي تنغر على الجمعية مريوط نتاعها بالطبيعة وتحب بنزرت. دونك اليوم نداء للناس الكل باش يخفوا تتلف جمعيته. بالطبيعة ورا الجمعية نتاعهم. احنا لوبجيكتيف انه الناس الكل كما يقولوا فيها تكون الجمعية هانية جوهم باهي ان شاء الله. تحسن الوضعية المالية في النادي الرياضي البنزرتي ويكون خير، وهكيك يرجع الرونق تاع في البطولة بتاع جو البطولة في بنزرت زادة في حد ذاتها معناتها، كرة فهمتني؟ الشمال فريق بلاد مزيانة برشا على فكرة، بالطبيعة تونس كلها مزيانة برشا، مزيانة أزين مزيانة بلاد في العالم كلها تونس. مزي تونس متباعة ولا ما نحبوهاش. أي. احنا تونس بالرغم من الظروف من قسطنطة ومن أزين بلاد في العالم نحبوها تونس، وما نقولوا فيها حتى كلمة مضمورة واحدة. روما هذه. صحيح احنا تو انا وياك وبرشا عباد مؤثرين وكل شيء نحبوا تونس تكون بريمير ليج افريقيا باش نقعدوا نحكي بالضبط. حتى لين نموتوا معناه ويجي ولادنا راني نحبوا نصلحوا كورتنا. ريتها في البلاد هذه احنا الكوره هي المتنفس الاول نتاعنا، بالضبط. لذا نحبوا نصلحوها نحكيوا ننقدوا ونحترموا. انتم زاد احترمونا فهمت. ماذا بينا اللي ما نجحش كيما المكتب الجامعي يخرج هذه باش نقعد نعاودها بالطبع. كل حد حلقات كل حد يفهم روحه من غير تعصب ومن غير سبان. سبحان الله ما نجحتش كهو معناتها، فهمتني؟ ما نجحتش. معناها سيد نائب الرئيس معناها في مكتب سابق ما نجحش، في مكتب هذا ما نجحش. ماذا بينا الرئيس والنائب والكل المكتب هذا كله يسي مش تبدلوا البوستوات كم ما صار شيء بسخوك. تعيين معين الشعباني انا معاه مدرب ممتاز، عندنا حلقه على معين تو بعد تشوفوها فهمت. هذا اللي كنكملوا خويا بعد طرح السي بي والمرسى. عندنا الوافد الجديد على البطوله، الوافد التاريخي بالنسبه لي انا عرفته نورمالمون ساقية الدير. تقدم الرياضي بساقية الدير ان شاء الله الجمهور ما يكون راضي على الاسم ريجل هكا اي نورمالمون هكا هو. دونك البي اس اس فريق ممتاز جدا من عمناول، وقلت لك حكي لنا في الحلقه انه باش يكون مفاجاه البطوله، مش بيجي يضيف ويروح ولا ضيف على المانتيان، لا ضيف على المراتب الستة الأولى. تقدم الرياضي بساقية الدير بالطبيعة حكينا عليه مرة فاتت أنه كان أحسن خط هجوم في الرابطة الثانية، يعني فريق هجومي. أكد الكلام متاعنا يعني في 4 دقائق برك معناتها، فهمتني؟ في 4 دقائق ضد فريق شبيبة العمران، اللي شبيبة العمران معروف
في العامين الاخرانيين اللي فريق منظم، تكتل دفاعي زاد عنده تكتل كبير. دفاعي برشا بالطبيعة، يعرف كيفاش يلعب كل ماتش وحقيقته. تفاجأ شبيبة العمران أمام سقية الدير بزوز أهداف في 4 دقائق، وسقية الدير عرف كيفاش يجاري المقابلة متاعو. بالطبيعة سقية الدير التروا بوان مهمة برشا، بداية مهمة برشا في وقت قصير، كما نقولوا فيها تكون تكمل ماتشوك مرتاح بزوز اهداف، فرق خليها الماتش تكملوا في معناتها لين وصلت 90 دقيقة لعب. حاجة مهمة باش تخليها وتخمم في المقابلات الجاية، وتعطي الثقة للفريق كامل معناتها. فهمتني اليوم مدرب يسري بالكحله. يسري بالكحلة بالطبيعة، معناتها نوجه له تحية، اللي عمل موسم ممتاز الموسم اللي فات. اليوم توجوا بالمباراة الافتتاحية ان شاء الله. نتمنى الخير بالطبيعة الفرق التونسية الكل، وهذاك هو معناتها احنا نحبوا جو ان ما فماش فريق صاعد وفريق حديث صحيح، ما نحبوا كيما وفريق. قلت لك بريمير ليج تونسيه. بالطبيعة نحبوا كما نقولوا فيها نحبوا الجو في انت الشامبيونات تتوقع تاعنا. مثلا نحبوا اخر الترتيب؟ نحبوا الإثارة معناتها، صحيح، فهمتني، اخر نحبوا الإثارة ترتيب في يفوز على اول الشامبيونات تاعنا. ترتيب في بلاده. عادي ما مثلا فماش مشكلة، نحبوا عادي نتفرجوا على الكره حق هذيك. مكتسب هذاك نحبوا أكيد. نراو هذيك في كل تونس احنا. فريق عنده معناتها كما نقولوا فيها ما يقول في روحه. النقاط نتاعو، القوة نتاعو ونقاط الضعف نتاعو باش يخدم عليها، باش يحاول انه في كل ماتش يقدم اللي لازم عليه وكل معناتها. فهمتني. وبحكم تعرف انا نتابع في الكوره وشويه مدربين، تعرف غرامي بالمانجير كارير وكذا، نعم. تبعت يسري بن كحله من هو كان في السعوديه الى جاء مساعد في النادي الصفاقسي، بعد شد باراتيري، بعد خرج يحب يعشق كره هجوميه، يعشق لاتاك. بالضبط. مدرب ما يخافش. وريناه في الرابطه الثانيه عملوه. وهذا يتأكد. وعمل لنا المفاجاه تو قدام العمران 4 دقائق وضيع، وراهو كان يكون سكور. اي كان تفرجت على نجم، المباراه انا كان شويه. نجم يكون سكور. احنا انا فرجت تفرجت على على مباراه الهايلايت. اخرى، ما رجعت الهايلايتس معناها اي تفرجت برشا فرص ضياع. ريكريتمون ممتاز محمد علي العمري، ابار زياد العلوي اللي من عملوه اللي ثبت علو بالضبط. كعبه. بالضبط. فهمتوا كان ينجم يلعب في الاربعه الكبار بالمرتاح. زياد العلوي كان ينجم يلعب في الاربعه الكبار بالمرتاح. يمكن سنه هو اللي ما تو خلوش. سنه ما قبل كي كان في الاتحاد، في الاتحاد لو كان في المرتبه اي الثانيه مع سي فوزي ومع قبله بالضبط. وقبله زياد العلوي كان متالق في الاتحاد المنستيري. بالضبط. يمكن لي شوا ديما نقولوا احنا لي ماناجير واللي شوا معناها. اما زياد العلوي كان نجم معناها يلعب في الترجي نتاع الشامبيونز ليج، في الافريقي نتاع البطوله، في الصفاقسي نتاع الكاف، في الايطوال نتاع الشامبيونز. كيف بالمرتاح ملاعبي ممتاز جدا. هاي لاعب وش ممتاز ومهاري واكد هذايا وهداف. وقيد اسمه في التاريخ لانه اول ما سجل هدف في البطوله نتاع السنه، بالضبط. واول هدف في تاريخ ساقية الديري في شباب. البطوله باسم زياد العلوي، معناها بالضبط. قيد اسمه في التاريخ في التاريخ. بالضبط. يمكن لي شويه اللي عملهم الكل نساهم بعد هذا. بالضبط. اليوم زياد عنده ديفي جديد باش يخدم عليه. دونك الموسم هذا باش يكون انه عودة الرجوع بليتو سامحني للرابطة المحترفة الاولى من بوابة التقدم الرياضي سقية الدير. دونك باش يحاول انه يبرز وباش يكون يحاول يتألق ويثبت وجوده كمهاجم في الرابطة الاولى. نعم. تو بعد ما حكينا على المفاجأة وما عادش مفاجأة سيمون، تو كي باش نحكيو عليه المرة الجاية ماهيش مفاجأة أن توقع تربح أي جمعية فاسيمون. ننتقلوا للمباراة التالية، ونعرفك تحب تمشي للكلاسيكو، لكن باش نمشي لك الكلاسيكو آخر ملعب النيفر 1-1 بين النادي الصفاقسي والملعب التونسي. مباراة شهدت شوط بشوط، شوط اللاعبين وشوط المدربين، ومدرب باين فيه قاعد ممتاز، تبعته شوية توزيع شوط المدربين اللي تفوق فيه المدرب البرتغالي مدرب الملعب التونسي بالأمانة، اللي يرجع تفوق يلعب فيه بالتالي كأي مدرب تونسي معناه بالضبط. تفكير المدربين التوانسة اللي قاعدين نلاحظوا فيه معناتها. فهمتني. يمكن بعض المدربين كما نيس بوجلبان نقدموا له التحية معناتها، اليوم ترشح اللي حب يلعب زاد الكرة الهجومية ويلعب على كما يقولوا فيها على القماش اللي عنده. دونك اليوم ستاد تونيزيان زاد كيف التغييرات اللي صارت. الشوط الثاني كان قدم وجه آخر. النادي الرياضي الصفاقسي في الشوط الأول كانت عنده بعض الفرص، كان نجم يجسد الهدف الأول اللي سجله، وكان يسجل الهدف الثاني وتولي مباراة أخرى. كيف ستاد تونيزيان رجعت في الدوزيام ميطون وعودة سريعة، وكانت كما هي تجب تربح. دونك التعادل حسب رأيي عادل. الزوز فرق
كبداية موسم في سخانة كيما هكا وفي ملعب كيما هكاك، مع كامل نرجع لك احتراماتنا باللاعب للناس معناها الكل بطبيعة ملعب لا يعني يليق بتاريخ الملعب التونسي. بالضبط لا يليق بتاريخ الملعب التونسي ولا يليق بتاريخ الفريقين، وباش تجم انه تفرج كورة مع سخانة كيما هكاك بصراحة، فهمتني. دونك التعادل كان عادل. انا بالنسبة لي انا النقطة المضيئة في المباراة في دفاع نادي ريال صفاقسي هو المدافع مونديكو. كان قدم مباراة ممتازة جدا. متيابا بخروجه أثر على لعب النادي الرياضي الصفاقسي للأمانة، وهذا اللي استغلوا الملعب التونسي زاد كيف ما نحيوش الميريت نتاع المدرب كان يربح الملعب التونسي، بالضبط راهو هذاك فهمتني، هو اللي كان قلناه. يربح، راهو ضيع برشا فرص، عديد المهاجم نتاعها الفرص ولا يبكي بعد المباراة. بالضبط. واللي انا المهاجم ما راني مش كانش خايف، راهو ممكن افيكاس تصير لك تجي نهار اون بيز معناها ما بالضبط، تكونش في ما فورما، كانش في حظه، ما صحابه باش كانش في يشجعوه فورما المدرب دونك ما بالضبط. خرجوش. اما شفت قوة المدرب، اي الملعب ضيع 4 راس أو 3 اي كور ما خرجوش، اما عطاه ما الثقة، لكن هي ما وحسها حبتش غلط ويجي. الكورة دونك فوالا فهمتني. الملعب التونسي قدم اداء ممتاز في الشوط الثاني، كما قلت لك ضد دفاع النادي الرياضي الصفاقسي، بليتو ضد ضد مونديكو كنت مونديكو نقولها، حتى ضد بالضبط، مونديكو ضد فقط. مونديكو اللي كان قدم اداء ممتاز. دونك ان شاء الله في قادم المباريات كي يبدا النادي الرياضي الصفاقسي سباق ما يتيحش برشا، والقراءة بطبيعة تصير سولون بالنسبة لي الماتش. أنا نبيل الكوكي خذا فرصته 4 أو هذه 5 مرة مع نادي ما الصفاقسي. تنجمش لا لا نعطيك تحكم مش على من مباراة، المدرب مش مباراة، على باش نعطيك على على مباراة تفكير باثنين زاد تفكير راهو نبيل فريق الكوكي اللي فريق أنا ملعب التونسي. عاشرته معناه من أنا صغير نعرفه. نبيل الكوكي شد نادي الصفاقسي 4 هذه 5 مرة معناها. ما نجحش في الأربع مرات، ممكن في بلاي أوف 6 مباريات عمل روندمون بعد خط القماش كان موجود، توا جا من بعدها وفي ساعة كمل عام الملعب وخرج. التونسي زاد فريق محترم اليوم، محترم ومحترم جدا وعمل تلعب رسميات ضد عالميه. ادفيرسير فوالا، ومع لا لا مدرب نحكي على المدرب. واليوم على ارضية ميدانه. شو احنا حال في اليوم المباراة، زاد علاش انت تتيح اوكي فريق ممتاز، لكنه الدفاع اول مره يلعب مع بعضه ونواقص في حراسه المرمى في اليوم الدفاع. انا نحكيو على حاجه اخرى زاده ما تنساش، آه. اليوم النادي الرياضي الصفاقسي راه ما لقاش البديل في الهجوم، ما بقاش بديل كونوا على المباراه واضحين الرئيسيه. معناتها. لا علاش تطيح، انت كنت تلعب مريقل. هاو انا نحكي على المدربين اي توانسه كل، مش كان السيد نبيل كوكي مع احترامي ليه اي نحبه برشا، راني خاطر فما سيزون قعدها عالميه مع فريق الجزيري وكتبعته يعطي الصحه وهز بطوله، وذاك علاش نقول لك راني نحترمك ونتبعك. نحب ننقد شويه الاداء الدفاعي نتاع المدربين اللي لاريتا، ونحب زاد نشكر مدرب الملعب التونسي على الاداء الهجومي في اللي الشوط قدموا الثاني بالضبط اللي بالرسمي كره في هو تونس. ممكن الملعب التونسي كان جا مع عمر سواح ما عملش كره الهجوميه هذه مثلا، خاطر وخر مدرب برشا تونسي. نادي الرياضي الصفاقسي في الشوط الثاني خاطر معناتها وعلى جبروا بكري المدرب الاخر انه يوخر زاد شويه متفاهمين معناتها فهمتني. عمل 3 تغييرات هما اللي جابوا الهدف بالضبط، اما برشا وخر صحيح. اليوم النادي الرياضي الصفاقسي معناتها في وقت في وقت كان مطالب بالهجوم ومتقدم معناتها في وقت متقدم معناتها ما زالت المباراة. كان ينجم يجاري المقابله نتاعو ويسير المباراه. لكن بالطبيعه من اليوم الملعب التونسي بالمدرب والحنكه نتاعو المدرب الشاب هذايا بالتغييرات اللي قدمها بالرؤيه نتاعو في المباراه. 3 تغييرات كانت حاسمه، وكانت كما قلت انت خويا جدو كان الملعب التونسي نجم ينتصر زاد في المباراه فاسيلمون في الشوط الثاني بالضبط معناتها بالاداء الهجومي اللي قدمه. المباراه كانت جيده كبدايه موسم. شفنا فرص من الفريقين. شفنا زاده كيف ان شاء الله ربي يشفيه هشام بكار. مدافع ممتاز بالطبيعه ضي يستحق رئيس النادي منتخب. الرياضي الصفاقسي اللي بعد الاصابه نتاعو واللي معناتها المسؤولين وجماهير استاد تونيزيان مشكورين برشا على الروح الرياضيه، وهذه هي الكره اللي نحبوها وان شاء الله وجماهير ربي الكره التونسيه يشفيه. عموما بالطبيعه اليوم شفنا كلها بعثت له بالضبط هناته مع بالضبط شفنا اليوم الناس الكل معناتها كيما صار زاد كيف في جوار ليتوال في ماتش الكلاسيكو زاد تو نحكيو عليها لقطة زاد ممتازة جدا. هذه الأخلاق متاع توانسة. هذه الدخلات دخلنا بها الاول، نحن ديجا نحبوا الكره التونسيه هكا بالطبيعة معناها. بدات السيزون هذه ما تحسيش بدات تصلح شويه في التحكيم
متميزين في الروح الرياضيه، حتى في تطيش البابز ان ما شاء الله. ريناش اتونسيون برشا. اتونسيون، راهو كي تبدا طالع اتونسيون راهو ما حناش باش نقدموا بحد شيء، ما حناش باش نوصلوا بحد شيء، معنا حتى نتيجه راهو نجموا نوصلوا لها. التنسيق تبدا من المسؤول، ما دونك تنساش المسؤولين كالما توا اتونسيون اليوم. فوالا. دونك هي دونك لهنا ان شاء الله الناس الكل يحاولوا انهم تتكاتف مع بعضها باش نقدموا موسم رياضي ممتاز على جميع المستويات. شفنا كما تو كنا نحكيو معناتها من خلال مفاجأة بون اللي هي ماهيش مفاجأة، ما حسب المشاكل المادية اللي بنظرت معناتها اليوم مقارنة بمستقبل المرسى والميركاتو. اليوم شفنا معناتها نادي بنزرتي والحارس متاعو قدم أداء ممتاز وكان يستحق الانتصار. كيف كيف ساقية الداير اللي صعد حديثا مع فريق اللي المواسم الاخرى يعرف كيفاش يلعب ويعرف كيفاش يسافر كيفاش في ظرف 4 دقائق مع ساقية تقدم نادي ساقية الداير انتصر عليه. 4 دقائق سكر المباراة نتاعو. بالضبط. اليوم كيف كيف مقابلة ملعب تونسي ونادي رادس فيرسي كانت ممتازة بصراحة كبداية موسم في سخانة وفي ظروف كيما هكاك. باش نمشي لك المقابلة ما أميز منها من كل كيف في كيف السخانة هذه اليوم وب5 أهداف في مباراة كاملة. عندنا برشا مريناش في كلاسيكو، وكلاسيكو ممتاز جدا بين الترجي والنجم الساحلي، زوج فرق متعونة صراحة. مباراة مثيرة. شفنا تقلبات في المقابلة زاد نوعا ما شوط بشوط. أقول لك علاش خويا جدو؟ قل لي. على خاطر الشوط الأول السخانة أثرت على اللاعبين وخلاتهم يستحفظوا نوعا ما معناتها على الفريشور فيزيك اللي نجموا يتيحوا فيها في آخر المقابلة. وسيرتو سخانة والشمس نقصت شوية في الشوط الثاني. شفنا الشوط الثاني أفضل كأداء. شفنا فرص من الجانبين. النجم الرياضي الساحلي بالمشاكل المادية اللي تعرض لها اليوم شفنا فريق منظم. بعض الأخطاء الدفاعية كيف كيف ترجي الرياضي التونسي زاد هما 5 أهداف في المقابلة صحيح ما أغلبها أخطاء فردية من الجانبين. أما كمقابلة في المجمل كانت مباراة شيقة وممتازة خاصة بالتقلبات معناتها الترجي الرياضي التونسي متقدم بعد رجع النجم الرياضي الساحلي بعد انتصار الترجي الرياضي التونسي. أهم شيء في هذه المقابلة أنه الفريقين الاثنين خرجوا اللاعبين الكل معناتها ما فماش من غير مشاكل من غير قلق. شفنا زاد إصابة اللاعب النجم الرياضي الساحلي كيفاش الفريق الطبي للترجي الرياضي التونسي يمشي له يجري تباع فهمتني. احنا هذا هو اللي نشجعوا عليه. جماهير الترجي الرياضي التونسي زاد ساندت الفريق نتاعها في كنف الروح الرياضية برغم السخانة. وشفنا زاد الجماهير نجموا نحطوها زاد نجموا نعطيو بعض الصور كيفاش الجماهير فيديو ديجا من عند خونا نيسا وبسطاه موجود واحنا نحكيو فهمت بالضبط كيفاش الجماهير معناتها مشاكل وصعوبات في التنفس معناتها. ايماجين وصلنا مع الماء ما فماش معناتها تخيل انت فهمت. انت تعرف تو حكينا فيا والفيديو والضوء بالضبط. اما شفنا مباراة ممتازة من الفريقين. شفنا عناصر ممتازة. شفنا اليوم الأجنحة تاع النجم الرياضي الساحلي اللي اعتمد عليهم باركوني اللي قدم أداء ممتاز مع النجم الرياضي الساحلي في المباراة هذه. يمكن جمل تكتيكية مزوز يمكن بالضبط معناتها العمري. شفنا اليوم بن ضياف زاد قدم مباراة ممتازة جدا. خويا حمدي ما تشوفش انت لولا اذاعه البليلي لضرب الجزاء لكن نجم يكون ريزلت اخر وكره اخرى نجم يكون شكون 3-2 بالتقلبات هذه نجم يكون كيما نجم يكون حاجه اخرى. تنجم اليوم النجم الرياضي الساحلي يخرج ويعمل رياكسيون ما فماش علم صحيح هو في الكوره اللي هي اللي ضاعت عطت الامل وقوات الفرص الكاركتير نتاع شوارع النجم. تنجم بالطبيعه هي علاش قلنا احنا الاخطاء الدفاعيه زاد كيف معناتها الاخطاء الدفاعيه بالضبط تنجم اليوم تعمل رياكسيون كيما تنجم تضرك معناتها في المقابله كيما رينا معناتها في كوره صبري بن حسن اللي هو حارس ممتاز وشفنا الاداء نتاعو في الموسم الماضي مع النجم الرياضي الساحلي معناتها حفره في ملعب راتسي اللي خلقته في الفيديو نحط لكم في الفيديو مع انا صبري اللي نعرفه بسقيه متوسط وحارس ممتاز في الشدين كل لكن رينا معناها فما حاجه خلقته في التراب باش خلى الكره تعمل هكاك وتو تلقاو الفيديو معناها باش تثبتوا من كلامي مش دفاعا على الحارس لانه حارس يستحق والمريت زاد كيف الحاجه عليه اكيد اللي يتبع الكره وما يقصش منها سجل ثنائيه سجل ثنائيه بدخوله للمباراه. كان
قدم معناتها حتى في الهدف الثاني شفنا طلب بالكرة كيفاش في مساحة ضيقة كان نعم. ذكية برشا والتمريرة الممتازة من أشرف الجبري. نعطيو فرصة زاد المهاجمين متاعنا اللي قدم الإضافة في دخوله مقارنة بدانو معناتها يتحطط عليه برشا دانو فلوس. انسحب يظهر لي باش سي بون باش يخرج من الترجي الرياضي رسميا معناها معناتها خبر من عنا. دانو باش يودع الترجي وقرب اتمام صفقة حازم المستوري مهاجم المنتخب الوطني في الترجي الرياضي التونسي عن قريب. بالضبط وتمريرة ممتازة من أشرف الجبري في مساحة ضيقة وطلب ممتاز من حاجة عليه وما يأسش في الكرة الثالثة في الهدف الثالث للترجي الرياضي التونسي اللي خلى نسبة صغيرة من أنه صبري بن حسن نجم يخطئ في الكرة صحيح. وللأسف معناتها ركفة. الكرة معناتها من الجازون معناتها للأسف معناتها أنه الخطأ مش من صبري بن حسن شوفوا الخطأ نتفقوا من مع بعض. الجازون اعطينا معناتها انتم رايكم في فهمتني. التعليق، هل هو ماحناش خطأ الحارس او من الجازون أو من معناها؟ الملعب معناتها ما احناش فهمتني. نشكروا في الحارس خاطر هو ما يستاهلش باش يتشكر معناها حارس ممتاز. بالضبط معناتها فهمتني وكيف حاجة عليه تبعها وسجل الهدف الثالث كان وقع على انتصار للترجي الرياضي التونسي. وكيف الهدف الممتاز اللي سجله أسامة عبيد لي بالطبيعة كوتشينغ اليوم هما اللي ماركيو التمريرة الشونجمونات. الممتازة اي هذيك هو التمريرة الممتازة سجل عليه أسامة عبيد. انا سميتها تمريره سحريه تمريرة سحرية خاطر تمريرة تسلل ممتازة الرجاء واحنا والكنترول العالمي من بالضبط اسامه احنا عبيد اللي قليل ما بنراو راوش في جوار احنا توانسه. قليل بنراو بونتوات كيما هكا في البطولة متاعنا معناتها فهمني فما هدف ايضا سامحني سي حمدي حاج علي من بعد حاجة حاج محمود حاج خاطر كلها محمود حاج في الترجي. أي. فهمت ان شاء الله ربي يكتب لنا الحاجه لينا وليك امين. وللجمهور. الحاج محمود زاد بالطبيعة ضرب على كورته فكها معناتها عمل فردي خطأ دفاعي زاد كيف نقولوه معناتها فمش مشكل وهي إذا ما فماش أخطاء ما فماش أهداف معناتها فماش تكون كورة. واضحين معناتها فهمتني. خطأ الحاج محمود عرف كيفاش ياخذ كورته وصر لونغي. للحارس عرف وين يقف شات الشوطة اللي لازمها تتشات وكان سجل هدف زاد ممتاز. قراءته ممتازة وكان هدف أول ليه مع الترجي الرياضي التونسي في اول ضد مباراه فريقه ليه السابق. صحيح. طلب الاعتذار خاصه انه أي بالطبيعة وشفت أنا للأسف الشديد تهكم على اللاعب. برشا تهجيج في هذه الفيسبوك وفي صارت من الريزو الفرق سوسيو الكبار الكل معناها معناتها بيناتهم. هذه تعرف الكوره نتاعنا كيف بالضبط احنا شوف كل شيء يصير الا من غير سبان معناتها سورتو الوالدين خاصه الام خاصة الوالدين والام والاب كي بداو الزوز متوفين ما فهمتني. تعرفش الاحاسيس اللي معناتها ما تصيرش معناتها حط روحك في بلاصتو كيفاش تحب تسب وتحب تنعت وهذيك لا حاجتك. هو هذيك برغم احنا راهو ما نشجعوش معلش عليه مع زاد السب كيف اما مع احترام كل الناس اما ماذا بين تبعدوا على اما الوالدين وعلى ربي الوالدين خاصة الكفر. وربي اكيد لا الكفر بربي والكفر ولا خاصة. اكيد معناها هذا ليس امر معناها طلب أكيد. صغير منا. لا امر ما تسبش ربي لا رد بالك ما تسبش ربي وما تسبش الوالدين ما تسبش ربي وما تسبش الوالدين هذا راهو امر هذا من عند الله واحنا مسلمين معناتها وكل معناتها فهمتني. دونك احنا نشجعوا الفرق نتاعنا من حقك باش تكون متعصب على الفريق نتاعك من حقك باش تتغشش انه لاعب انتقل لفريق منافس غريم ولا غريم تقليدي كيف معناتها فهمتني. اما اون باراليل راهو ما يسالش احنا راهو نقولوا راه هذه خدمته كلاعب. دونك الفريق اللي باش يعيط له باش يدفع له بالطبيعه اللي باش تكون امكانياته خير بالطبيعه هو اللي باش يلعب معاه. خاصة اليوم الحاج محمود يظل النجم الرياضي الساحلي ما تقدملوش باوفر معناتها النجم الساحلي نعرف الوضع نتاعو برافو الجمهور النجم الرياضي الساحلي اللي دخل جمعيته وانقذ جمعيته بالضبط بالرسمي شابو ايضا شابو لجماهير ونداء لكل رجالات الساحل والنجم الرياضي الساحلي وجماهير الرياضي الساحلي جماهير صفاقس وجمعية صفاقس كيف كما زاد الحملة اللي قدمتها عن طريق سيسيس فور ايفر. لكن نداء لرجال اعمال من جهتين من جهه الساحل ومن جهه صفاقس انهم يقفوا مع جمعياتهم بالضبط خاصه زوج جمعيات كبار تلعب في المسابقات الافريقيه ديما تهز في بطولات تتعاون في تونس توصل في اسم تونس في العلالي. لذا نتمنى منكم تقفوا معهم وفي المباراه هذه. النجم الرياضي الساحلي سامحني خويا جدو عودة النجم الرياضي الساحلي البطولة التونسية راهو ديما يعود بالفائدة للمنتخب الوطني هذا راهو واقع كبار من نجم وهذا واقع معناتها فهمتني. النجم الرياضي الساحلي يكون في فورما اليوم الجمعيات كي تكون في فورما وحال الكرة والبطولة التونسية
احنا عمرنا ما نجحنا بالمحترفين. بالمحترفين نجحنا معناتها. بالتوانسه اللي في احنا بطولة. ننجحوا كان خاطر هذاك المدريدي بالتوانسه اللي اللي في مشى بطولتنا لافريقيا، مشى بالضبط. لزامبيا، مشى للكونغو، مشى احنا مشى كيفاش من انجلترا، احنا وراه مع كيفاش احترامي تعودنا ليهم معناتها، ما محترفين. احناش كيما المغرب، ما احناش كيما الجزائر، ما احناش فهمتني. حتى عندنا اليوم لاعبين محترفين يلعبوا في نيفو عالي، اما احنا هذه حقيقتنا وهذا هو احنا واقعنا. سامحني بالكلمه مريبديه، بالضبط نحبوا جواريتك الحربي اللي بالضبط فهمت اللي يحب. بالضبط. معناتها احنا تو لازم من بعدها تكاتف الناس الكل باش تنجح كما يقولوا فيها ويعود بالفايدة للمنتخب الوطني. اذا نحب نسالك على المنتدب الجديد خيسوس كاستيو اللي شفناه اول مره مع الترجي في الوسط. الراجل يلعب كوستيم، انا تحسه واقف، ما نعرفوش برشا خاطر بحكم انه يلعب في البيرو ما تبعش برشا مواليد، وانا شويه خاطر حكيت على انتقاله الترجي مليح، حسيته رزين في الميدان صحيح اول مباراه، لكن مازال باش يدخل في الجو بتاع تونس، جايك من قاره اخرى بعيده جمله. بالضبط. اما وفي الظروف، سخانه كيما اما هذه، الظروف ما تبعتش بون مقارنة. سخانه وكل خاطر بالضبط متعطيهم طق متعود. واحد مش بنفس الطقس برشا اي كيفنا. اما لا الظروف ما تبعتش معناتها نتاع انه انجاجمون كوره فيها لا الكرة انجاجمون. فيزيكمون نفس الفيزيك بالضبط والعرق وكلها. معناتها اما بالضبط لا انا شفت فهمتني. لاعب نظافه، علاش قلت لك لاعب كوستيم، لاعب نظيف، هي باسيت نظيفه، تخريج كوره فكان. اما ما زلنا في اول مازال مباراة رجعش. تو ورا وجه السوق قال اه معناتها صحيح فهمتني. صحيح، اما نحب حسب نعطينا عليك فيها احنا حسب الفيديوهات، كانتداب. حسب الفيديوهات اللي ريناهم بالطبيعة في الفريق السابق معناتها لاعب كما يقولوا فيها ينغر على كورته راهو كما يقولوا فيها بلغتنا احنا هي الكورة هي ساقين معناتها فهمتني. كازيميرو تحس. اي فوالا معناتها لاعب يحب يفك الكرة بأي طريقة. المباراة الأولى كان أداؤه جيد. وهذا بالطبيعة ما يعود كان بالفائدة ولاعب على دولي. فرقنا التونسية. بالطبيعة لاعب دولي في فريق منتخب محترم. دونك هذا بالطبيعة يعود بالفائدة معناتها اللاعبين معناتها التوانسة باش يتعلموا باش يكون زادا في كل بوست فما كونكورونس راهو مهم برشا معناتها باش اليوم الواحد يقوي ويخدم على روحه اكثر باش يكون يحاول يفتك المكانه نتاعو. اليوم الترجي هذا التونسي باش يكون عنده موسم طويل برشا نعرفوا اليوم بالشامبيونز ليغ بالشامبيونات هذيك السوبر كوب نتاع الافريق. سوبر كوب افريك ولربما فما زاد حديث على عودة البطولة العربية. يعني 50-50 يعني باش يكون موسم كبير دونك باش يحاول يشارك فيه اغلب اللاعبين. الور معناتها ما فماش كان كاستيلو باش يكون في وسط الميدان. هم المنتدبين الجدد لعب كان كاستيو البليلي ما تعتبرش انتداب بالنسبه لي، ريبيرو نستناو مازال البليلي مازال ما قدم ما ريناش ولا ما ريناش اول مباراة رسمية بعد يمكن 10 شهور ولا 9 صحيح شهور. ما تاخوش عليه. اما البليلي يقعد البليلي للامانه معناتها الحقيقه البليلي لاعب ممتاز فنيا من احسن اللاعبين اللي دخلوا البطوله التونسيه ومن احسن اللاعبين الجزائريين اللي على مر التاريخ. ان شاء الله يوسف نحن نوجه له تحيه من هنا وباراليل ماذا بينا الحاجات الزايده يبعد عليهم شويه باش مع احترامنا ليك يا يوسف. بالطبع لا احنا كلاعب انا كلاعب هو فنيا معناتها بصراحه معناتها ما شاء الله معناتها فهمتني حاجه اخرى في بطولتنا لاعب كبير برشا للامانه معناتها لاعب كبير برشا فهمتني. دونك احنا نحبوه يقعد في اطار الكره. صحيح. من الجهه الاخرى شد انتباه الانتداب الجديد النجم الرياضي الساحلي اشرف بن ضيف اللي قدم تمريره حاسمه، تحصل جاب الباس نتاع ركله الجزاء سجلها. معناها لاعبي ممتاز تعرف يمكن التجارب كما حكينا على زياد العلوي اللي خليته يتعرف في روتار معناها كي كان في استاد وخرج الديفيزيون الثالثه السعوديه وواحد ممكن كان كمل خير. اشرف بن ضيف اشرف بن ضيف كان قدم مقابله ممتازه جدا معناتها فهمتني الحقيقه معناتها خاصه في الشوط الاول تحرك برشا قلق لارير جوش تاع الترجي العيفي اللي كان في الشوط الاول قدم اداء جيد. بصراحة شفنا بالضيف والعمري الاثنين الاثنين بالضبط كان مقدموا شوط أول ممتاز خاصة أنه النجم الرياضي الساحلي راهو في بداية المقابلة راهو ما سي دخل المقابلة معناتها فهمتني وضيع هدف. أما هذا الثنائي هذا كان هو اللي مصدر قلق الترجي الرياضي التونسي الحقيقة. اللي كان فريناه أنه الشوط الأول كان قدم خط دفاعي برشا بلوك هو عمل معناتها تريو انت عاد بالفيفا عاد بلوك 90 تحسه في بالضبط معناتها عمل بلوك طالع برشا خاطر ما كانش يتوقع انه
بتاتر العمري وبنظيف باش يكونوا في فورمة ممتازة، اللي يقلقوا دفاعات الترجي التونسي معناتها الصحراوي ولولا ياخذ العيفي في أغلب المناسبة. ومنيش زاد نعطيه حقه، وكان تصدى لي زوز كبر في الشوط الأول. في الشوط الثاني ريكا حاول معناتها بنفس الطريقة ويحاول يضغط على بنظيف والعمري، لكن شفنا تغييرات باركوني اللي كانت في أول الشوط الثاني، اللي أعطت أكلها ومن خلالها سجل نجم النادي الساحلي زوز أهداف، وكان ينجم زاد يجاري المقابلة متاعو. بون هذيك هي الكرة. المباراة في مجملها كانت جيدة، أداء جيد لأغلب اللاعبين. آه، سيرتو كلاسيكو عنا برشا ما ريناش 5 اهداف. بالضبط بالضبط. دونك هذه هي الكرة اللي نحبوا نشوفوها ان شاء الله. المباريات الجاية تكون خير للفريقين نتصور خير، تعرف علاش ولا؟ بس مدربين اجانب لاعبين في ساعه. نتصور حتى انا جاتش خير. كوره من غير خوف. باركوني اليوم ريناه عملناه الموسم الماضي مع الترجي الرياضي التونسي، كيفاش وقت اللي استحق انتو الترجي كمدرب ولا القاوة. معناتها يمكن 7 ولا 8 مباريات 8/8. انتصر فيهم بالضبط. يعني في غياب النتائج هذه مع المدربين اللي اخذوا كل شيء في الترجي الرياضي التونسي، معناتها باركوني يعمل النتائج هذه. النجم الرياضي الساحلي اليوم كما يقولوا في اعطاه فيه الثقة، برغم المشاكل المالية للنجم الرياضي الساحلي. كيف هو جاي عنده ان بروجي سبورتيف، ونتصور انه يصبر عليه النجم الرياضي الساحلي والجماهير النجم الرياضي الساحلي، راهو باش تلقاو ريزولتا مع باركوني. هو بداو يشوفوا ديجا من الاول. وفي اقرب وقت نتصور راهو النجم الرياضي الساحلي في السكة الباهية. دونك ان شاء الله نداء باش تلتف الناس الكل على الجمعية النجم الرياضي الساحلي، الجمعية الكبيرة. الترجي الرياضي التونسي بداية مع كلاسيكو، انتصار بطبيعة مهم برشا في انتظار انه تحضر بقية الاجانب للترجي، عودة يوسف البليلي ان شاء الله سريعة بالتألق للميادين. حكيت دونك لي حمدي سامحني نعم. مع السبان الكل. فما لاعب ما نتصور شكون اكثر منه تعرض للصب بريود الاخر الكل في الترجي، لكن نعطيوه الميريت نتاعو. تو نورمال ما عرفته. حارس المرمى امان امان الله الله ماشي اللي منيش. رجع في فورمه شويه. مهم. كلاس سب في المنتخب، كلاس سب في الترجي، كلاس سب من عند الكل. لكن تحسه بدا ياخذ ثقه في روحه ويرجع. شنو رايك في الروندمون نتاعو في المباراه هذه، خاصه بعد معناه 20 سنه وتتعرض لهذا كل تنجم كاريرك توفى كيما دبشي. امان الله منيش. بون انا مع كامل احتراماتي لصدق الدبشي، اما لا مقارنة حسب رأيي أنا معناتها، فهمتني. أمان الله مميش ريناه عام ونص التالي، قدم 6 شهور مع الترجي الرياضي التونسي اللي برز فيه، واللي كان قدم أداء متميز. سيرتو نحكيو اليوم في الهونيفو، راهو في الشامبيونز ليج معناتها. أمان الله مميش مع مقابلات كيما نحكيو على ماتش سان داونز اللي الاهلي وروتور، فاينل. ما قبلش ولا هدف ضد فريق هجومي معروف سان داونز، خاصة على ميدانه. كيف فينال ضد الأهلي، يعني علي وروتور قبل كان هدف واحد، وكان هدف راهو عكسي. ضد مرمى ولا بالضبط. عنقولي اولو. أولو بالضبط. يعني المقابلة معناتها المقابلات اللي قدمهم كانت ممتازة جدا، مش من باب الصدفة باش أنه حارس كيما من الله مميش باش يقدم مقابلة ولا اثنين. كيف الترجي الرياضي التونسي ترشح وقتها في الشامبيونز ليج عن طريق ضربات الجزاء، والتألق متاع من الله مميش في ضربات الجزاء. يعني حارس والتمركز متاعه ممتاز. بوتيتر امان الله كان تغر شويه في روحه كنت نقول لك تو معناتها كيما البليلي معناها بالضبط. لازم يعني يبعد على العوامل الخارجيه. فهمتني، فما عوامل بالضبط، هذه هذه العوامل الخارجيه. دونك اللي لاعب شاب وقتها في عمره يلقى روحه بريمير جارديان في المنتخب، بريمير جارديان وقتها في الترجي الرياضي التونسي، وصل نهائي شامبيونز ليج. مقارنه بشكري الواعر تمت زاد وقتها. بالضبط وصلت مقارنته معناتها، وشكري الواعر جونيور معناتها ولاو يسميوه معناتها صحيح بالضبط صحيح. معناتها، فهمتني. علاش قلت لك مقارنه، خاطر تمت تخريج الكلمه هذه. بالضبط. دونك مميش راهو حارس ممتاز، انا تابعته في برشا مقابلات. دونك عليه كان بالخدمة، ونحاولوا ديما ما نتأثروش نأطروا لاعبين زاد. بالعوامل بالضبط الخارجية، وندير المسؤولين الكل باش أي لاعب
يبرز وفي سن صغيرة دونك يكون الالتفاف حوله باش يواصل النجاح نتاعو، مش نبداو نهديو باش انه يشارك في المنتخب ويكون هو الاول ويكون هو الثاني. الور احنا بالطبيعة بالمستقبل باش يكون قدامه مازال في حراسة المرمى، ان شاء الله يواصل على النسق هذايا ونشوفوه عودة سريعة في التألق. دونك البطل النسخة الماضية من البطولة النادي الإفريقي بالرغم من النقص العددي يقوم بالمطلوب وفوز بمباراة صعبة مغلقة أمام فريق متألق كما النجم الرياضي بالمتلوي. كيف قلناها اليوم تيران متلوي بصراحة، والحاجة معناتها موش ما يليقش بنجم المتلوي. بالضبط ما يليقش بالنجم هذا المتلوي، وماوش كازون دونك تارتون مع سخانة كيما هكاك. ما تنجمش تلعب كورة. بالضبط معناتها تحس سقيك حركة يشعلوا اللوطة معناتها هذاك سادس. مش حاجة معناتها فهمتني. دونك النادي الافريقي بعشرة لاعبين عمل المطلوب انه تحصل على 3 نقاط من ميدان صعب مع مدرب جديد. ومع مدرب جديد بالطبيعة مير كنزاري في أول مباراة رسمية ليه. دونك النادي الافريقي كما يقولوا فيها هذه بداية عودة بطل تونس اللي يحاول بالطبيعة العودة بأهداف جديدة، انه خاصة اليوم سنة النادي الافريقي عنده يلعب على زوز وجهات، الشامبيونز ليج والبطولة التونسية. أيضا الكوب والكأس ثلاثة. اي بالطبيعة اليوم خاصة جماهير النادي الافريقي اليوم راهم يحكيوا على معناتها العودة بالشامبيونز ليج من باب الكبير معناتها فهمتني. وزوزيتهم قرعة ضد زوز فرق صعبة معناها ومنها مازيمبي إذا كان ترشح. اي بالضبط معناتها نعرفوا هي تجاه حتى المباراة الأولى صعبة معناتها افريقيا فهمتني. باع ركائزه اللي هزت بطولة عام اول. أغلب الركائز خمسة دونك ركائز مش شوية. دونك بالضبط معناتها كل معناتها مقابلة باش تكون مفتاح للمقابلة اللي بعدها بالنسبة للنادي الإفريقي. دونك مهمة برشا معناتها للاعبي وجماهير النادي الافريقي المقابله الاولى نتاع مقابله الشامبيونز ليج اللي باش تكون لا في رادس، اللي من خلاله معناتها خاطر نعرفوا جماهير النادي الافريقي اللي يغير على الفريق نتاعو دونك يحبوا معناتها كيما اغلب الجماهير التونسيه انهم يساندوا الفرق نتاعهم وين يمشيوا كيما نقولوا احنا فهمتني. حلقة ممتازة أخوي حمدي كالعادة منورنا بالحضور المرونة التكتيكية متاعك في تحليل المباريات. ان شاء الله الواحد يحاول كما يقولوا فيها يعتمد على القراءة متاعه يعني بون ثقافة كروية راهي انا عندي من خلال المشاهدة، يعني حتى كي ندخل الاستاد وراني معناتها ركز برشا ديتاي. على بيان سور على القراءة معناتها كل مدرب كيفاش يقرأ المباراة على تمركز اللاعبين. يعني هو معناتها القراءة الفنية راهي جات من خلال معناتها كما يقولوا فيها المشاهدة والغرام هذاك هو معناتها. إذا قبل ما نسكروا الحلقة كلمة للجمهور. كلمة للجمهور نداء كيف باش نعودها أنا الكلمة وكل نهار هذه باش نعودها معناتها رانا كنا توانسة نحبوا الخير لبعضنا دونك حتى حد ما يحب في روحه حاجة خايبة وما يحبش العيط حاجة خايبة دونك ماذا بينا ما نسبوش الوالدين خاصة اللاعبين وكيف حتى الجماهير المنافسة. دونك في كان في الروح الرياضية من حقك انك باش تحب تنتصر، من حقك تعصب للفريق متاعك، اما في كان في الاحترام وكما قلت لك ربي يفضل الوالدين ويفضل كل ام وابو وعائلة تونسية موجودة، يعني نحبوا الخير لبعضنا دونك خاصة في ظل الظروف هذه اللي قاعدين نعيشوا فيها للأسف معناتها من غلاء المعيشة من ضوء ما فماش برشا مشاكل دونك احنا نزيدوا ندوروا على بعضنا ما يصيرش. خلينا نرجعوا للمتنفس متاعنا الملاعب، نحبوا نراو جماهير من الجهتين، نحبوا بعضنا نحبوا الخير لبعضنا ما نسبوش لبعضنا، وان شاء الله خير على البطولة التونسية. وماذا بينا الناس الكل كل واحد يبدأ من روحه من غاديك يبدأ الإصلاح
وكيف كيف نداء المسؤولين باش انه نشوفوا في الملاعب الكارثيه اللي موجوده، نشوفوا في السخانه اللي قاعده تلعب فيها المباريات. ماذا بينا نلقاو حلول وخليو المباريات تدور في احسن حال. كلمة الختام مني أنا نحب نترحم على ضحايا بنقردين وجرجيس كالعادة، وفي كل حلقة باش نترحموا عليهم. بالطبع. ننصحوكم خويا الحلقة لا متشويش وديكم تشويش دياركم، نعرف الظروف نعيشوا فيها. كان يحكي خويا حمدي تو على الماء على الضوء على المتنفس الأول اللي ما عادش لاقينه. لذا نختم الحلقة بالكلمة هذه وبالفيديو اللي باش يهبط توا. إلى اللقاء في حلقة قادمة.